في ناس بنحس وإحنا معاهم إن إحنا مش إحنا، بنضحك وإحنا موجوعين، بنبرر تصرفاتهم، بنفضل ندّي وندّي على أمل إن هُم هيتغيّروا. بس الحقيقة إن في علاقات مش محتاجة صبر ولا محتاجة إن إحنا نتحمّل فوق طاقتنا أو إن إحنا نضحي بزيادة، في علاقات محتاجة وقفة. وقفة نسأل فيها نفسنا هو أنا بخير والّا لأ؟ هل العلاقة دي بتسندني وبتقويني والّا بتستهلكني وبتضعفني؟ وعشان كده النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وهو موضوع العلاقات السامة. إيه هي نوع العلاقات السامة؟ العلاقات السامة ليها أنواع مختلفة وكل نوع بيأثر على الشخص بشكل مختلف. بس في حاجة مشتركة ما بين كل العلاقات السامة، إن هي بتستنفذ طاقتك، بتأثر على صحتك النفسية، بتحسسك إن أنت مش أنت، وإن بتخليك تشك في نفسك وفي قدراتك وبتخليك مش على طبيعتك. أول نوع من العلاقات السامة هو العلاقة المسيطرة أو المتحكمة. الطرف التاني بيكون دايما عاوز يتحكم في قراراتك، لبسك، شغلك، علاقاتك والناس اللي حواليك وأفكارك وقناعاتك. بيحسسك دايما إن أنت مش عارف تفكر أو تختار لوحدك. ما تكلميش البنت دي، أنا مش بحبها، ما تخرجش مع أصحابك، ما تروحيش لأهلك. تاني نوع وهي العلاقة اللي فيها تلاعب نفسي أو الجازلايتنج. الطرف التاني بيخليك تشك في نفسك، في ذاكرتك، في مشاعرك، دايما بيبين إنك غلطان أو بتبالغ في رد فعلك، انتي حساسة بزيادة، أو مثلا ما حصلش انتي تتخيلي. النوع التالت العلاقة الاعتمادية. الطرف التاني بيعلق كل حياته عليك، انت دايما مسؤول عن مشاعره وعن راحته وعن حل مشاكله، ولو بعدت عنه شوية بيحسسك بالذنب. رابع نوع العلاقة اللي فيها تقليل دائم، فيها نقد مستمر، تريقة، مقارنة بغيرك، بيحسسك ان انت مش كفاية او ان انت اقل. مثلا مش عارفة تعملي حاجة بسيطة زي دي، او الشخص ده احسن انجح منك بكتير. خامس نوع العلاقة النرجسية، وهي اكتر نوع معروف للعلاقات السامة. الشخص النرجسي اللي بيهتم بنفسه بس وبيستخدمك علشان يحقق أهدافه أو يفضل هو في الصورة، ولو طلبت من الشخص ده مساعدة أو دعم بيتجاهلك أو بيقلل من مشاعرك. العلاقة اللي فيها ابتزاز عاطفي، وده النوع السادس، والطرف التاني بيهددك باستمرار انه هيسيبك او انه هيتأذي او هيأذيك لو ما عملتش اللي هو عاوزه، زي لو بتحبني هتعمل كده، او انا مش هقدر اعيش من غيرك وهموت نفسي لو سبتني مثلا. سابع نوع العلاقة اللي ما فيهاش أمان، فيها شك دايم، غيرة مرضية، خيانة متكررة، وبتحس دايما إنك خايف ومش مطمن. آخر نوع العلاقة الباردة أو المهملة، مفيش فيها أي مشاعر ولا اهتمام ولا دعم، بتحسسك طول الوقت إن أنت لوحدك في العلاقة دي. لو حسيت إن أنت لوحدك في علاقة سامة أو مؤذية، مهم جدا إن أنت تراجع نفسك وتسأل نفسك هل العلاقة دي بتقويني ولا بتكسرني؟ هل العلاقة دي فيها أمان ولا خوف؟ هل العلاقة دي بكون فيها على طبيعتي ولا بتخليني ألعب دور مش دوري؟ طبعا دور أنا مش عايزة ألعبه. الأسبوع الجاي أو الفيديو الجاي هنتكلم عن الأفكار أو خطوات ممكن تساعدك تخرج من العلاقات السامة أو المؤذية. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.